السلام عليكم ورحمة الله. الناس اللي كيبغيو الدجاج بالتغميرة وتبعوا نظام الطيبات، يعني الدجاج ما بقاوش كيستهلكوه، حيدوه. انا من دوك الناس، ولكن كنحماق لشي حاجه سميتها التغميره. حنا ما غنحرموا راسنا من حتى شي حاجه، هذا النظام ما خلاك تحرمي راسك من حتى حاجه. الفكره خاطئه انه حارمنا، ما حرمنا من والو، بالعكس الاكل ديالنا زاد تنظم اكثر واكثر. هنا عندي الحمام، عندي كميه كثيره، كنغسلو دائما بالملح والحامض، يعني كيف ما كنا كنغسلو الدجاج. صافي كنخليه يرقد، شحال ما خليتيه يرقد راه مزيان. غادي ندوزو ان شاء الله باش نصايبو الشرموله ديالتنا. داك الحمام اللي فيه الكحل، هذوك راه الريش كيكون ديالو كحل. صافي هنايا كندير الحامض مصير. كيف ما قلت لكم، بالنسبه للحمام اللي كيكون اللون ديالو الجلده ديالو كحله، راه هذاك ريشو كيكون كحل، واللي كيكون اللون ديالو احمر بزاف الريش ديالو كيكون قهوي. صافي هنايا بالنسبه للشرموله ديالتنا كندير فيها القزبر والمعدنوس، الثومه، سكينجبير، خرقوم بلدي، الابزار، الحامض مصير وشويه ديال الهريسه. بالنسبه للابزار والخرقوم بلدي راه ما داخلينش في نظام الطيبات. احنا ولفنا داك اللون الاصفر في الدجاج. حنا المهم الحاجات الاساسيه هو الدجاج، حنا محيدينه. التوابل حنا ما غاديش نكثروا منهم، فقط للتنسيم. صافي هنا بالنسبه للشرموله ديالنا ملي كنساليو كنديروها في الحميمات. انا هنا عندي 4 ديال الحمامات. صافي كنشد واحد الطنجره كندير فيها البصله، كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، عاد كنحط الحمام ديالي، كنحط الشرموله. الحمام راه بحال الدجاج البلدي، كيبغي يطيب مزيان. يعني الحمام ماشي دجاج رومي، يعني غادي غنخلي الكوكوط غير مردود عليه ونخليه يطيب على خاطرو، لا غادي نسدو عليه اختي الكوكوط وغنخليوه تقريبا 45 دقيقه. فهمتي؟ حتى تقريبا قل منها غير بشي 5 دقائق هكاك، قل من 45 دقيقه ب5 دقائق. منين كيتقلى ليا الدجاج مزيان، ديك البصله الاولانيه كنشد واحد 4 ولا 5 البصلات، كنديرهم تنطحنهم في الهاشوار هانتوما شفتوا، وكنخليهم وكنديروهم فوق الحمام تما فاش كنسد الكوكوط على كلشي. يعني هنايا هاد 4 الحمامات باش تخرج لي التغميره اللي انا بغيت، كندير فيهم تقريبا كيلو الا ربع ديال البصله. بصله كبيره كنديرها هي الاولى لتحت، والبصله الاخرى كنهاشيها نديرها في الهاشوار وكنديرها من الفوق. صافي كنخلي كلشي كيطيب ليا مزيان. ملي كيطيبوا لي الحميمات ديالي كنحس بهم هكا تقرصوا كيف ما شفتوا الحميمه تبارك الله الزبده، كنحيدهم وكنخلي معاهم واحد شويه ديال المريقه ديك التغميره. والتغميره الاخرى كنخليها كتقلى مزيان حتى كتولي ليا معسله كيف ما كتشوفوا هكا في الكوكوط. هكا تبارك الله وصلت واحد المذاق رائع جدا. صافي منين كنبغي نقدم هذيك المريقه اللي خليت فيها الحمام كنزيد عليها شويه الزيتون وكنخليه كيسخن. هكا كندير الطبق التقديم. هنا كتشوفوا معايا كاينين 3 دجاجات، حيت دجيجه 3 الحمامات ولفنا الله يستر الدجاج. هنا كتشوفوا معايا 3 ديال الحمامات، حيت حمامه انا دائما يعني كانوا عندي ضروري كنخليها لواحد الشخص. حميمه زوقتها كيف ما كتشوفوا معايا ضروري كنخليها لواحد الشخص. صافي هادشي اللي كاين. هكا كنزينو بالتغميره في الجوانب كيف ما كتشوفوا. شو تبارك الله وصلت عني الحمام زبده. انت الحمام زبده، ما يهمكش تقولي لي لا واه صغير، حيت حنا عينينا ولفات الكبر دجاجه كبيره. راه هاد الحميمه صحيه لواحد الدرجه ديال مليار في المية على الدجاجه المحقونه. هاد الحمام ملي كتحلي ليه الكريشه ديالو كتلقاي فيها الذره، الزراع، الزريعه، هادشي اللي كتلقاي. ما كتلقايش شي حاجه اخرى في المصارن ديالو في الكرش ديالو. وزيدوا المذاق اللي فيه سبحان الله لذيذ لواحد الدرجه ما تصوريش. صافي هذه الطريقه عرفتي راه ملي كلينا ما كتحسيش براسك محرومه بشي حاجه. كما قلت لكم نظام الطيبات راه ما حرمنا حتى شي حاجه، وكلشي تبارك الله عنده البديل، وكلشي تبارك الله لذيذ وبنين. اللهم حميمه قد هكا وهي صحيه، ولا دجاجه كبيره مخاليه ضربونا يعني مضره. هذا ما كاين. الحمام من الطيور اللي احلى الله علينا. كنزينو هكا كندير الفريت هكا من الوسط. عرفتي كلشي كيبغي الفريت كيجي بواحد الطريقه زوينه، كيجي ناشف وكيجي مقرمش. انا راه فيت اللي شاركت معكم حتى ترجعوا للقناه، ما كيجي ناشف ومقرمش. رجعوا قلبوا عليه في القناه، راني دايره لكم في القناه. وهذا ما كاين، هذا هو البلا ديالنا. عرفتي راه تبارك الله وصلت يعني بيه. راه كنت بغيت نصور لكم الصحن يعني الطبسيل فاش سالا، والله الا راني نسيت. ما شاء الله تبارك الله عجبهم كلاوه وبصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. الناس اللي متبعين نظام الطيبات، هذا لكم هذا الفيديو. وكنتمنى من الناس الجداد ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس، التعليق ديالكم راه كتشجعني نحط الجديد.